لما شركة بحجم إعمار تاخد خطوة جديدة في السوق العقاري لازم نسأل ليه مستقبل سيتي وليه دلوقتي؟ لو بصينا على مشاريع إعمار في مصر هنلاقي دايما إن هم بيركزوا على المواقع الاستراتيجية زي ما عملوا في ميفيدا في التجمع الخامس وأب تاون كايرو في المقطم اللي حولوا المكان من جبل مهجور لواحد من أرقى الكومباوندز اللي موجودة في القاهرة. فكونهم يقرروا يدخلوا مستقبل سيتي ده معناه إن المدينة دي هي الرهان للاستثمار العقاري. ليه مستقبل سيتي؟ لأنها مش مجرد امتداد للقاهرة الجديدة، دي مدينة بتتصمم من البداية عشان تنافس أكبر التجمعات العمرانية في المنطقة. بتتميز بموقعها القريب من العاصمة الإدارية والتجمع الخامس، وبتوفر بيئة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الحديثة، وبتستهدف الطبقة المتوسطة العليا والمستثمرين اللي بيدوروا على فرص جديدة قبل ما الأسعار تتضاعف. إيه المتوقع من إعمار هناك؟ إعمار لما بتدخل أي منطقة مش بس بتبني كومباوند، دي بتخلق مجتمع كامل بمواصفات عالمية، وده معناه إننا ممكن نشوف مشروع ضخم بمساحات خضراء واسعة وتصميمات معمارية حديثة، ده غير كمان مناطق تجارية وترفيهية وارتفاع أسعار العقارات في مستقبل سيتي، لأن وجود إعمار يعتبر مؤشر على الجودة والاستثمار الناجح. هل ده وقت الاستثمار في مستقبل سيتي؟ اللي حصل في ميفيدا وأب تاون كايرو بيتكرر تاني. خد بالك إن الأسعار هناك لسه في أولها، مع الوقت هتزيد بشكل كبير، فأنا شايفة إنك تستغل الفرصة وتكلمني، وخلي فريق المبيعات يقولك إيه هي العروض اللقطة في مستقبل سيتي.